ازيكم عاملين ايه؟ يلا مع بعض نعمل كيكة سهلة جدا بمقادير ان شاء الله بسيطة موجودة عندك. بس قبل ما نبدأ الفيديو اعمل لايك للفيديو واشترك من الكلمة الحمراء اللي تحت الفيديو. صراحة الكيكة دي انا شفتها شيف حلوة كده بتعملها، معروفة يعني، هقول لكم اسمها في اخر الفيديو. وانا اخدتها منها وجربتها، النتيجة يا جماعة ابهرتني، بس لازم ننسب الفضل يعني لاصحابه. يلا اعمل لايك للفيديو وتعالى اقولك المقادير. معايا تلات بيضات حجم متوسط، معايا تذكرتين فانيليا، معلقه كبيره خل، كوبايه وربع سكر عادي مش سكر ناعم، كوبايه وربع. وهضربهم مع الكوبايه الا ربع زيت، ممكن تحط بدل الزيت سمنه وممكن من ده على ده، بس المقدار الصحيح كوبايه الا ربع من الماده الدهنيه. وهضربهم كويس في الخلاط، وبعدين هجيبهم لما اللون بتاعهم يفتح، وهضربهم كويس لحد اما اللون بتاعهم يفتح. معايا كوبايه عصير برتقال مش مضروب في الخلاط، لا انا عصراه بالعصاره البلاستيك اللي هي اليدويه دي. كوبايه عصير برتقال ومعلقه بشر برتقال، بس انا واخده البشر البرتقاني برتقانه يعني واخده الجلد بتاعها البرتقاني، وما خدتش الطبقه البيضه بتاعتها، وضربتهم كويس في الخلاط لحد ما لون الخليط بقى بتاعي بدأ لونه يفتح كده. جبت كوبايتين ونص دقيق، معاهم معلقتين كبار نشا، معاهم معلقتين بيكنج باودر وذرة ملح. تاني كوبايتين ونص دقيق، معلقتين كبار نشا، ومعلقة معلقتين بيكنج باودر ورشة ملح. مقادير بسيطة وبتديك كمية وفيرة جدا وتكفيك وتكفي أسرتك لو عددها كبير يعني ما شاء الله. وهضربهم كويس مع بعض بحيث كله يختلط، والنشا تاخد من الدقيق والدقيق ياخد من بيكنج باودر او الكيك شيب، فكله يبقى متجانس مع بعض. وبعد كده هنزل عليهم بالخليط بتاعي السائل اللي هو عبارة عن 3 بيضات وكوباية الا ربع سمنة، كوباية عصير برتقال، وكوباية وربع سكر، تذكرتين فانيليا، ومعلقة كبيرة خل. وهبدأ بقى اضرب كده الخليط بتاعي بتاع الكيك، اضربه كويس من تحت لفوق، وهصبه وهنشوف هنعمله في ايه. انا قبل ما اشتغل في الكيكه انا مولعه الفرن بتاعي على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني من تحت، بس بلم بقى الخليط بتاعي. وانا هعمل اول صينيه احطها في الفرن كب كيك، وهيفضل معايا صينيه برضو تانية هوريها لكم. انت عاوزه تضيفيهم في صواني مش كب كيك براحتك، بس انا بوريك قد ايه الكيكه ناجحه. حتى لما عملت منها كب كيك النتيجة بتاعتها حلوة جدا صراحة. انا كنت معتمدة مقادير، ولما جربت دي عجبتني قوي وادتني كمية وفيرة كمان. بس فانا فضيتهم في الشفشق بتاعي اهوت، وابدا اجيب الصينية بتاعة الكب كيك واوزع فيها الورق بتاعها وبعدين ماشيين خطوة خطوة مع بعض. تاني، انا قبل ما اشتغل في الكيكة وفي اي حاجة خالص انا مولعه الفرن على درجه حراره 180، مش عليتها وبعد كده اوطيها لما تدخل، لا، لازم الكيك بتاعك للمره الالف يدخل على درجه حراره ثابته. بس كده. فانا جبت الصينيه بتاعتي وبدات ارص فيها الورق بتاعي. انت عاوزه تعملي في صواني اي شكل انت حره، انا عملت كب كيك عشان اشجع ابني ان هو ياكلها، فهعمل كده وهعمل كده. بس انا جبت الورق بتاعي اهوت، هبدا بقى اصب الخليط بتاعي الكوبايتين ونص ظابطين جدا مع الخليط ده، مع الخليط السائل. انت عاوزه تجربي لقيتيه خفيف معاك والدقيق بتاعك من غير الدقيق بتاعي زودي دقيق، لقيتيه تقيل زودي معلقتين عصير برتقال. وجبت خلة السنان وبعدين بدأت امشيها في الكب كيكايه كده يعني عشان ما يكونش فيها فراغات كبيره من جوه، وابدأ اهبتها هبدتين كده في الارض، وبعدين ادخلها الفرن ونشوفها يعني بعد ما تطلع من الفرن. هنا بقى انا مش عارفه الصوره جت بالطول ليه، بس دي الصينيه بقيت الكميه اللي كانت عندي من الكيكه، والله كل الكميه دي من المقادير اللي انا قلتها لكم. جبت صينيه ودهنتها بطنتها بزيت ودقيق، وبعدين هصب فيها الخليط بتاعي، وبرده بخله هبدا امشيها فيها عشان خاطر ما يكونش فيها فراغات كتير من جوه. كميه كبيره جدا من المقادير دي بصراحه ابهرتني. بصوا شوفوا ادتني مقدار حلو قوي وطريقة حلوة قوي، والله جربيها وان شاء الله هتعجبك. حتى لو انت معتمدة كيكة معينة زيي، وانا جربت انا معتمدة كيكة عندي بعملها على طول، بس لما لقيت الطريقة دي قدامي بالصدفة بتاعت شيف نادية
جربتها وعجبتني قوي صراحة يعني. وده الكب كيك بعد ما طلع من الفرن، لونه حلو جدا، هش جدا وطري جدا، وريحته روعة من البشر البرتقال، معلقة بشر برتقانة اللي هي ما خدتش، وما تاخديش طبق البيض عشان ما تمررش، يا دوب الجلدة اللي هي البرتقاني دي بس. بس انا هنا هطلعها اهوت وهفكها وهي سخنة، والله سخنة خالص، وهوريها لكم برضو خفيفة قوي قوي قوي. وبصوا والله الكاميرا ظلمها، لونها فاتح جدا، وممكن تعملي منها تورتاية على فكرة. بصوا الطراوة، بصوا الطراوة خطيرة. هنا بقى هوريك الصينية طلعت عاملة ازاي. بص الصينية روعة، عايزاها مرتفعة قوي حطها في صينية اصغر، انما انا برضو عشان ابني اللي هياكلها فمش عاوزة الحتة تكون كبيرة في ايده، فعملتها في صينية اكبر سنة من المطلوب يعني. بس اهو بدأت اخرطها برضو، حتى انا مخرطاها حتت صغيرة عشان خاطره. انتي بقى خرطيها بالطريقة اللي تعجبك وبالحجم اللي يعجبك، وحطها في صينية صغيرة لو انت عايزاها عالية، او هتعملي منها تورتة يعني. جربيها يا حبيبتي بالطريقة دي وهتعجبك. اهي بعد ما طلعتها بصوا خطيرة، لا فيها فراغات ولا اي حاجة. بصوا والصينية نظيفة وعالية برضو، ما هيش واطية، جميلة جميلة جميلة. جربيها بألف هنا يا رب. ودي الكمية اللي اديتها للصينية، حلوة جدا وموفرة جدا كمان. جربي الطريقة دي وقولي لي رأيك. باي باي.